السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ أم علي. كنتمنى تكونوا في صحة جيدة. اليوم غادا نقدم لكم فطائر مالحين أو خبيزات معمرين كيجيو صراحة زوينين بزاف. يعني تحضروهم في هذا الوقت اللي يعني احنا داخلين على فترات الصيام. يعني كنبغيو نفطروا بشي حاجة بحال هاد الشي، فكنتمنى انهم يعجبوكم وانكم تجربوهم. ما تنسوش انكم تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكذلك خليوا لي لايك والتعاليق ديالكم. شاهدوا الفيديو حتى الاخير. بسم الله على بركة الله. عندي كأس إلا ربع ديال الماء دافي، ضفت فيه 3 المعالق صغار ديال الخميرة، وكذلك غادا نضيف نصف ملعقة ديال السكر. غنخلطهم مزيان وغنخلي الكأس على جنب حتى تفعل لي هذيك الخميرة. عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق الفورص عادي، يعني أي نوعية ماشي مشكل. كما كتشوفوا ضفت القليل من الملح، يعني الملح الكافية على حسب الذوق. وكما هنايا عندي كما كتشوفوا ضفت غير القليل من الخميرة ديال الحلوى. وغادا نضيف 2 معالق ديال زيت الزيتون او زيت النباتية، مهم لي متوفر عندكم ماشي مشكل، تيبقاو بحال بحال. وغادا عندي كأس ديال الحليب هو اللي غادا نجمع به. يعني هاد العجينة تقريبا هزت لي كأس ديال الماء مع كأس ديال الحليب. كما كتشوفوا هنايا الكأس ديال الماء يعني اللي درت فيه الخميرة راه ما عامرش بزاف، يعني ناقصو ربع، وهداك الربع راني زدتو حليب. يعني غتشوفوا معايا كل شيء بالتفاصيل. كما شفتوا ضفت هنايا الخميرة اللي تفاعلات، وغادا نعجن العجينه ديالي عاديه بالحليب. مهم الا ما كانش عندكم الحليب وعندكم الحليب بودره، تقدروا تضيفوا 2 معالق حليب بودره وتعجنوا العجينه ديالكم بالماء دافي عادي. فغادا نجمع العجينه ديالي بهذا الشكل. كما شفتوا معايا هداك ربع الكاس ديال الحليب هانا تنزيد فيه دابا. المهم غادا نستمر بهذا الشكل حتى تجمع لي هذيك العجينه. المهم هي كتبقى تلصق في الايد ما تتجمعش. كنخليوها مرخوفة باش كتجيكم العجينة يعني مزيانة، لاننا ما تندلكوهاش وما تنخليوهاش تخمر. يعني ما تتخمرش الا تتخليوها فقط ترتاح شوية وصافي. ماشي من الضروري انكم تخليوها تخمر. فانا فقط عجنتها وخليتها ارتاحت بما وجدت الحشوة وبردات وبديت الخدمة ديالي. حاولوا انكم غير تدخلوا فيها هذاك الخميره مزيان حتى شي حاجه ما تبقى تبان من المكونات. هذا هو الاهم. صافي هنايا بعد ما جمعت العجينه ديالي درت لها شويه ديال الزيت، وغادا نغطيها بلاستيك غذائي وغنخليها ترتاح، وغندوز باش نوجد الحشوه. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا بصله مقطعه، وعندي الصدر ديال الدجاج اللي مقطع وكنت عاملاه في الفريكو. كما كتشوفوا معايا راه مثلج. فانا هذه الطريقه كناخذو كنديرو في الفريغو. الا عندكم نتوما طري من الاحسن. المهم ضفت معاهم القليل ديال الزيت وشويه ديال الملح. فالملح من الاحسن ما تكتروش لاننا غنضيفو مكونات يكونوا مالحين. حاولوا مع الملح. وكذلك ضفت سكينجبير، وغادا نضيف القليل من الخرقوم، وغنضيف قليل من البزار. هادو هما العطريه ديالي اللي غنضيف حاليا. وغادا نخلط المكونات. غنضيف شويه ديال الماء وغادا نسد على المقله وغنخليه باش يترخف لي هذاك الصدر ديال الدجاج. الا ما كان عندكم يعني مرخوف ما غتضيفوش الماء نهائيا. كما كتشوفوا معايا بعد ما خليته حتى طلق هذاك الصدر وتفتح كما كتشوفوا
الماء راه ما بقاش نهائيا كما كتشوفوا معايا. يعني جهزت البوطه باش نشف هذاك الماء، لان حنا بغينا الحشوه تكون ناشفه. هنايا عندي فلفله مقطعه حمراء، قليل من الزيتون مقطع والفلفله خضراء، وقليل من الربيع والمعدنوس كما كتشوفوا معايا، الزبر والمعدنوس عفوا. صافي ضفتهم. هادو هما المكونات ديال الحشوه ديال اليوم. فلكم الاختيار في الحشوه، تقدروا تستعملوا اللي بغيتو. فدابا ما غاداش نسد عليها وغادا نخليها، نقص لها البوطه ونخليها طيب على خاطرها باش ما تطلقش لينا الماء. يعني الا سدينا غيطلق لنا دوك المكونات الماء، وحنا بغينا الحشوه تكون ناشفه. ضفت هنايا معلقه صغيره ديال الهريسه، المهم تتبقى اختياريه. ونضيف معلقه صغيره ديال التحميره او الفابريكا او فلفل احمر، كل واحد كيفاش كيسميه. وغادا نخلط المكونات مع بعضياتهم وغنبقى نحرك كما كتشوفوا معايا هنا راها يعني طابت. المهم راني كنقطع الفيديو، هذاك الشيء علاش. غنخليها تبرد. هنايا غادا ندوز بعد ما خليت يعني الحشوه تتبرد، هنا غادا ندوز باش نشكل الكرات ديالي يعني ديال العجين، قرص او الكويرات ديالي. المهم بحال بحال كما كتشوفوا معايا العجين عفوا صافي انايا تفوفيت في الهضره. العجين ديالي كيفاش كتولي ملي كتخليوها ترتاح. كنعتذر مره اخرى. غناخد العجين ديالي غنقطع على حسب شحال بغيتو الكميه. يعني من الاحسن ديروهم صغار، فانا درتهم شويه كبار. المهم لكم الاختيار، الا بغيتو ديروهم صغار راه غيخرجوا لكم 16 الحبه، والا درتوهم كبار غيخرجوا لكم 8 كما خرجوا لي انا كما كتشوفوا معايا. فانتوما كيبقى لكم اختيار كما قلت لكم. فانا يعني بغيت نديرهم صراحه كبار، من الاحسن. كيعجبوني شويه الفطائر يكونوا كبار، المهم على حسب الرغبه وصافي. اما كيبانوا لكم دابا صغار، ولكن هما راه بعد ما كيخمروا كيزيدوا يعني يختمروا. انا كنخدم يعني وهما كيختمروا، فراهم تيزاد الحجم ديالو. بعد ما ساليت يعني الكويرات ديالي كاملين بهذا الشكل، دابا غنبدا نكرس فيه يعني في الكرسه الاولى بهذا الشكل. يعني حاولوا انكم تكرسوا من الجناب، ما تحاولوا انكم ما تكرشوش من الوسط بزاف، ترقوها باش نضيفوا الحشوه ما تخرجش لينا. غادا نضيف الحشوه بهذا الشكل. حاولوا انكم تقسموا الحشوه ديالكم من الاول باش تكفاكم في الكرسات كاملين، ما تلقاوش مشكل. انا وريتكم كيفاش بهذا الشكل باش ما ديروش وحده اكثر من وحده ويجيكم كاملين بحال بحال. ودابا غادا نبدا نجمع في العجين ديالي بهذا الشكل على الحشوه. فالطريقه راها سهله وواضحه. صافي بهذه الطريقه نحاول انني نخلي هذاك العجين شويه رقيق تما ما نغلطوش. وصافي تنحط القرصه ديالي. العجين راه كتكون كتلصق، ديروا لها الدقيق ماشي مشكل. صافي غادا نخدم معكم القرصه الثانيه كذلك. غادا نحاول كذلك نسدها بنفس الطريقه، وغادا نستمر بهذا الشكل حتى نسالي القرص ديالي كامل بنفس الطريقه. فهاد الشكل صراحه كيجي في هاد الفطائر زوين بزاف، صراحه عجبني. كما تقدروا انكم تضيفوا كذلك الفرماج احمر او موتزاريلا. فانا حبيت انني نديرهم بلا فرماج لان بزاف الناس ما تيكونش متواجده عندهم، وحتى انا صراحه ما كانش متواجده عندي، وماشي من الضروري. هما كيجيو بنان زوينين بلا فرماج. وهنايا بعد ما كملت الكرسات ديالي كاملين بقات لي هذه هي الاخيره. غنضيف كذلك الحشوه بنفس الطريقه وغادا نسدها بنفس الطريقه.
وهنايا ضفتهم في الطاوة اللي غادا ندخل الفران، وخديت واحد الكاس. فهاد الفطائر يعني كيجيو زوينين بالكاس. خديت هاد الكاس وغنحاول انني ناخد واحد السكين اللي يكون حاد ندير الشراطي بهاد الشكل. وحاولوا انكم ما تقيسوش الحشوة باش ملي تخمر ليكم هادوك، يعني من كتدخلوهم يطيبوا كيزيدوا انهم يختمروا تتخرج الحشوة. ما تقيسوش يعني الحشوة. المهم تحاولوا ديروا دوك الشراطي غير من الفوق. عندي الزيتون الاسود هنايا مقطع غادا نضيفه في الوسط هكا. مهم ديك الوسط لكم اختيار، تقدروا ديروا فيها اللي بغيتو. فهاد الطريقه ديال هاد الكاس صراحه كيجيو زوينين هاد الفطائر بهم شكلا ومذاقا. غنستمر بنفس الطريقه حتى نشكل الفطائر ديالي كاملين بنفس الطريقه. كما شفتوا معايا هاد الحبه اللي انا قصت الحشوه، علاش كنأكد لكم ما تقيسوش الحشوه. فقصت الحشوه وهي يعني جات شويه ما مقاداش. هنايا خديت معلقه ديال ياغورت مسوس، وواحد صفر بيضه، وقليل من الخل، وغادا ندهن بهم هذوك الفطائر ديالي باش كيجينا واحد اللون ذهبي وزوين بزاف. حاول انني نضغط على هذاك الزيتون مزيان باش ما يطلعش لي من بعد ما يبداو يطيبوا. نحاول انني ندهن الجناب مزيان، ما نخلي حتى شي بلاصه باش يجيني اللون موحد وزوين. كما كتشوفوا معايا هنايا صافي بقات لي هذيك الاخيره دهنتها، وبقاو لي هذوك الجوجات كما شفتوا الطاوه راه هزت لي غير 6، وبقاو لي جوجات غنضيفهم مني يطيبوا هادو، وعاد نضيفهم حتى هما يطيبوا. غندخلهم دابا الفران اللي سخنته من قبل مزيان. من الاحسن يكون الفران سخون باش كيجيكم هذاك اللون ذهبي وكيطيبوا لكم بسرعه. وهادو هما الفطائر ديالي بعد ما خرجتهم من الفران. كما كتشوفوا كيجيو شكلا كما قلت لكم ومذاقا كيجيو رائعين وهائلين. كنتمنى صراحه انكم تجربوهم وتردوا عليا الخبار. كيهمني انكم تردوا عليا كيفاش جاوكم. راهم كيجيو كيحمقوا، يعني نعيا من الشكر ما غاداش نقدر نوصف لكم. هنايا غادا نفتح معكم واحد الوحده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. راه كتجي روعه. هانتوما كما كتشوفوا معايا كتجي زوينه بزاف. كنتمنى مره اخرى انكم تجربوهم، وكنتمنى انكم تشاركوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وتخليوا الاشتراك ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكذلك ما تنسونيش من لايك، فراها كتزيد تشجعني اكثر واكثر، والتعاليق ديالكم اكيد. والى اللقاء.